جيت متأخرة، اعمل ايه؟ الف نهار ابيض، اخس عليك يا سراي، كده جايه متأخرة زي المعازيم. اعمل ايه؟ كان نفسي ابقى معاكي من اول النهار، لكن الشغل ما رضيش يديني اجازة. الله يكون في عونها، اختها دايما كده ملبوخه ما بين الشغل وما بين العيال. عقبالي يا رب ما اشوفك ملبوخة ب5 عيال. ان شاء الله يا اختي. الف مبروك يا دوك وعقبال البكاري. ميرسي قوي. طبعا انت بقى اسعد راجل في الدنيا، متجوز قمر. لا وعرفنا بقى ما شاء الله، عيني عليه برده، منتهى الرجوله. ايوه هات عينيك صوره كده لينا كلها كده عائليه لو سمحت. اضحكوا يا ولاد. اهلا اهلا. الف مبروك. الله يبارك فيكي، ميرسي قوي قوي قوي. الاستاذ عنايات علي. اهلا وسهلا، تشرفنا يا هاني. مبروك. مبروك يا عروسه. الحقيقه انت قدرت تعملي مفيش واحده ست قدرت عليه. هو كمان صبر والناس. ربنا يسعدكم. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا. اسمع، انا عاوز اشوف حفيدي. شد حيلك الليله، انا خلفتك بعد 9 اشهر. ان شاء الله. بلاش يا بابا. وانا عندي كام ابن غيرك افرح بيهم. I'm your knight in shining armor, and I love you. يا سيدي يا سيدي. شوف بقى ابو علي، الليله دي اهم ليله في حياتك الزوجيه، واللي هتعمله الليله دي هيترتب عليه سعادتك الزوجيه. عشان كده عايزينك تطول رقبتنا. تطول ايه؟ هدى، من يوم ما عرفتك وانا بحلم بالليله دي، بحلم بيها واعمل لها 1000 حساب. والحلم بقى حقيقة. المزيكا نسمع مزيكا. شغلته على الميديوم. الهوا ساقع قوي، نازل على السرير مباشرة، وده ممكن يبقى خطر علينا. المفروض الهوا يخبط يخبط في السقف ويرد من السقف، يتوزع على كل منطقة الغرفة. مش كده احسن كتير؟ فعلا احسن. روم سيرفيس. ادخل. الف مبروك يا فندم. ميرسي، الله يبارك فيك.
ما بشربش. مالك يا علي؟ في ايه؟ لا، في ايه؟ انت عايز تقول حاجة يا علي؟ انت بتعيط. انت ايه يا علي؟ انت ايه؟ انا عاجز يا هدى. عاجز؟ لكن صدقيني دي مش اهم حاجة في الحياة الزوجية. السعادة الزوجية بتقوم على حاجات كتير، دي مجرد حاجة واحدة بس. لكن في التفاهم والعشرة والحب. الحب بمعناه الحقيقي، مش حب الجسد. انت بتقول ايه يا علي؟ انا مستحيل كنت اعترف بده لاي واحدة، لكن انت الوحيدة اللي امنت لك على سري، لانك مختلفة عن كل الستات. جميلة ورقيقة وذكية وتفكيرك بعيد. احنا مخطوبين بقالنا اكتر من سنة، ما قلتليش ليه انك ما تقدرش تتجوز؟ لاني بحبك وكنت خايف لا تضيعي مني. انا هعمل المستحيل علشان اساعدك. هحقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه. هنلف العالم، هجيب لك كل اللي نفسك فيه. نلف العالم؟ انا عايزة زوج واولاد وبيت مليان حب. لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك زيي. انا عارفة انك بتحبني، بس انا ليا عواطف. انا كمان ليا عواطف ومشاعر واحاسيس. القدر خلاني كده. انا ذنبي ايه؟ ليه اتحرم منك عشان حاجة انا ماليش يد فيها؟ انا بحبك يا هدى. انا كمان بحبك يا علي، لكن الوضع ده حكم على حياتنا الزوجية بالفشل. الحب اللي بيجمع بين قلوبنا اقوى من الفشل. احنا بحبنا ممكن نغلب القدر اللي حكم عليا بالعجز. خايفة حياتنا هتبقى جحيم. انا هتعذب وانت كمان هتتعذب. هتعذب اكتر لو سبتيني. لو سبتيني مش هلومك ولا حد يقدر يلومك. الشرع بيديك الحق في ده وانا كمان هعذرك، لكن تأكدي ان حبي ليكي هيفضل زي ما هو، لاني مش ممكن انسى الايام السعيدة اللي عشناها مع بعض. انت لو حسبت عمري هتلاقي عمري الايام اللي دقت فيها الحب والسعادة من ايديكي. ياه دي بعيدة قوي. مش اول مرة امسك فيها بندقية. طب هاتي بقى وانا اعلمك ازاي. يلا.
ثانية يا هدى يا دوب نلحق. يلا يلا، لو ريحت كده هتكسلي. ضروري نروح العزومة دي. العزومة دي معمولة علشاننا يا هدى. عمال بلا صاحبي. النهارده هنناقش مع بعض بحثين. البحث الأول مقدمه خالد خطاب بعنوان أثر البيئة في تكوين شخصية الطفل. والبحث الثاني مقدماه سوزان عبد المقصود بعنوان التوافق الجنسي بين الزوجين. تعالي يا سوزان اقري دوت. أنا كاتبة إن الزواج شيء أكثر من مجرد رابطة جنسية، والتوافق الجنسي بين الزوجين عملية معقدة تستلزم الكثير من الجهد والوقت، والزمن وحده هو الكفيل بتحقيق مثل هذه الرابطة. أشعة ألفا. يا خبر أبيض، مش ممكن. الحمد لله أنا أكلت كتير قوي. السمك ده اسرع حاجة تتهضم، ده اكلتي المفضلة، وبعدين ده كله فوسفور، خلي الواحد ينور. كلي. لو جبت دش هضيعك. دش. اتزنقتي؟ ده بيتهيألك. يا ساتر، ايه الحظ ده؟ خلاص يا باشا، هتخسر الدور. الدور لسه فيه لعب كتير. دي لو راحت هيبقى عليكي 3 عشرات. ها؟ ممكن تلعب وانت ساكت. بسكوتشي، انا غالب، بقالي اسبوع بغلب فيكي. لما تغلبي انت كمان يبقى لك حق الكلام. ها؟ تراهنيني بقى انها مرس. اراهنك. اه، شيش بيش. شيش بيش. ادي الشيش وادي الشيش. دويك دويك وجاي تلعبيني. يا باش. مش ممكن اللي بيحصل ده. اتغلبتي. الحقيقة ده وضع غريب، وكان المفروض تاخدي رأيي قبل الجواز مش بعد ما تتجوزي فعلا. أنا ما عرفتش غير بعد الجواز. أنا بحب علي، بحبه فعلا، وعايزة حضرتك تساعده. أنا ما أقدرش أكون صورة عن حالته من غير ما أكشف عليه. خليه يجيني العيادة. أخاف أطلب منه طلب زي ده، لأن حاجة زي دي هتجرح شعوره. طب أنا عندي فكرة، أنا ممكن أجي البيت أزوركم وأكشف عليه هناك. أنا عمري ما حاولت أصارحه ولا ناقشه في الموضوع ده. قولي لي يا هدى يا بنتي، هو عمره ما حاول معاكي؟ لا، بحس إنه دايما بيشغلني عشان يبعد تفكيري عن الموضوع ده. وانتي ما حاولتيش؟ لا، لأنه صارحني من أول يوم وأنا مش عايزة أضايقه. حطيتي نفسك في موقف حرج. كان عندي أمل كبير إنه هيخف لما يعيش مع إنسانة بتحبه. ده لو كان مريض، إنما احتمال طبيعته تكون كده. وإيه الفرق بين الاتنين؟ لو كان مريض يبقى في أمل في شفائه، إنما بقى لو كان ربنا خلقه كده تبقى حالته ميؤوس منها ومستحيل علاجه. طب هعرف إزاي إنه مريض ولا دي طبيعته؟ تعرف يا علي، سوزان تلمستي ابوها فتح معمل كبير قوي. معمل تحاليل في باب اللوق. على فكرة ده راجل خدوم وعايز يقدم لنا اي خدمة. بقول يعني ما تيجي نروح مع بعض نعمل عنده شوية تحاليل. ليه؟ كده اهو نطمن على صحتنا. انت بتشتكي من حاجة؟ انا لا. ولا انا.
انت قلتي للدكتور ده حاجه؟ حاجة ايه؟ حاجه عليا. قلت له ايه؟ ابدا. مفيش حاجه بتستخبى، خصوصا الحاجات دي. محدش عارف حاجة صدقني، وبعدين مش هتخسر حاجة لما تحاول. هخسر كتير، هتفضح. انا ما عنديش استعداد للبهدله بين العيادات ومعامل التحليل. انا مش رايح لدكاتره، والموضوع ده ما يتفتحش تاني. حطيتي ملح على اللحمه؟ ايوه. طب ليه بتحطي ملح بس على اللحمه؟ انت عارفه ان الملح ما بيسويش اللحمه. كنا حاطينها بعد كده الملح على السفره. وبعدين انت بتحب الملح كتير وانا بحبه قليل. عامله حسابك وحاطه ملح قليل. وريني شكلها ايه؟ مش تقولي ان الطاسه سخنه؟ ما انت شايفه انها على النار، ثم انت ايه اللي بيدخلك المطبخ؟ يعني حضرتك كنت مجهزه الاكل على السفره ولقيتيني دخلت المطبخ؟ ما انت خلاص ما بقيتيش مهتمه بحاجه خالص. اهملت بيتك وبقيتي تتنططي في الملاعب. اولا انا ما اهملتش بيتي، ثانيا انت متجوزني وانت عارف اني بحب الرياضه. ايوه بس انت ما بقيتيش صغيره على الحاجات دي. يا فندم ليه؟ عجزت؟ قصدي مركزك ومركزي ما يسمحش بالمسخره اللي انت بتعمليها دلوقتي. انت دلوقتي بقيتي ست متجوزه وفي عصمه راجل. بتدوري على ايه؟ المنوم اللي كان هنا راح فين؟ رميته. ليه؟ لانه مضر بصحتك. ما بعرفش انام من غير منوم. اتعودي انك تنامي من غيره. هدى، ايه اللي مقعدك في البرد كده؟ الله، انت بتعيطي؟ اعذريني يا هدى. مش هو ده اللي مزعلني، اللي مزعلني انك ما بتحاولش تساعد نفسك، مش عايز تتعالج. انا قلتلك ما تفتحيش الموضوع ده تاني. ليه؟ من غير ليه؟ يا علي الموضوع ده ما يخصكش انت لوحدك، ده يخصني انا كمان. انا حاولت اني ما افكرش في الموضوع ده، ما قدرتش. انا نفسي نبقى سعداء مع بعض، نفسي. انا بحبك يا علي، بحبك. أستاذ علي، أنا بعد ما فحصتك تأكد لي إنك سليم تماما من الناحية العضوية. التحاليل اللي قدامي كلها بتشير إلى إنك ما بتشتكيش من أي مرض. قول لي، أنت ما سبقلكش أي تجربة جنسية؟ لا أبدا، حتى لو كانت تجربة أنت بتخجل منها. قول لي ما تتكسفش، ده أنا دكتور. في فترة المراهقة كانت فيه محاولات، بس كانت بتنتهي بالفشل. ومن وقتها بطلت تقوم بمحاولات؟ ايوه. وبعد الجواز ما حاولتش؟ مدام هدى ست طبيعية وفي كامل الأنوثة، انت ما بتحسش ناحيتها بأي نوع من الإثارة؟ شادي بطل بقى اكل شوكولاته، مش معقول كده. اخصى عليك، سيبيه ياكل زي ما هو عاوز. هيبوظ الرجيم اللي انا عاملاه له يا هدى. تعرفي انه بقى شكل المرحوم بابا بالظبط. الله يرحمه، بس مش واخد اخلاق المرحوم بابا ابدا. عينه دي وما بيسمعش الكلام. ده بقى راجل خلاص اهو. اللي ما بيسمعش الكلام ما يبقاش راجل. ايوه صح ولا لا؟ مساء الخير. يسعد مساك. طب يا هدى اسيبك انا لجوزي، قومي يا اختي شوفي طلباته. يلا يا ولاد يلا يلا. سبت الشوكولاته؟ طب انا خدت واحده اهو. يلا.
باي باي. هاي يا علي. ست اختك كانت هنا بتعمل ايه؟ بتوسيك على اللي انت فيه ها؟ طبعا قلت لها. ما قلتش حاجة. المهم يا علي انت عملت ايه عند الدكتور؟ حاول يفهمني اني مريض نفسيا. يمكن، ليه لا؟ الدكتور مجدي شاطر واكيد كلامه ده مظبوط. يعني ايه؟ يعني ايه رأيك لو نروح لدكتور نفساني؟ ايوه اشتغل عليا بقى بالكلمتين اللي قريتيهم في الكتب وعاوزه تطبقيهم عليا. انا عايزه اساعدك. انت عاوزه تفضحيني. ناقص تاخديني كليه الطب تفرجي الطلبه على حالتي. انت بقيت حساس زياده عن اللزوم. وانت ما بقاش عندك اي احساس. الظاهر انك سعيد انك مش راجل. انا اسف اني جيت بدري كده. ابدا خطوه عزيزه البيت بيتك اتفضل. امال فين؟ محمود يا محمود الست دي بتعمل ايه؟ الكلمه بتاعتي وبعدين كده تحت الكرسي دور عليها. محمود ايه انت لسه ما لبستش؟ الدكتور علي بره اطلع سلم عليه وشوف هو عايز ايه. يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معلش انا اصلي كنت في مشوار قريب منكم فقلت اعدي عليكم. اهلا وسهلا اتفضل. اهلا وسهلا. قوم يا ولد قوم امشي يا مان يلا كمل نفسك. اهلا وسهلا. يلا يا ولاد اتوبيس المدرسه. يلا يا ستي يا حبيبي لسه ما شربتش. ماما يا ستي جايه يا ماما. انا يا حبيبتي سندوتشاتك يا شاهد. باي باي يا ماما. باي باي يا روحي. سندوتشاتك يا ماهي. يلا اموري. احمد يا احمد اسمه يا بابا ده لوكا كده ليه؟ مثلا خد يا ولد. السندوتش ده انا اهو. استنى انا هوديك الحضانه. ايه يا حبيبي لسه ما لبستش؟ يلا يا حبيبي. هي هدى ما باتتش عندكم؟ الله، هي مش بتبات عندك؟ سوزان. اهلا يا استاذ علي. امال الدكتوره هدى فين؟ الدكتوره هدى ما جاتش النهارده خالص. النهارده الاربعاء والدكتوره هدى ما عندهاش محاضرات يوم الاربعاء. شكرا. الو. ايوه يا بابا. ازاي صحتك؟ لا الف لا بأس عليك يا بابا. سلامتك. انا اصلي مشغول قوي يا بابا. لا 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 حضرتك ما تقولش كده. انا هسيب الدنيا كلها واجيلك. طيب يا بابا مع السلامه.
السلامه يا علي. الله يسلمك يا بابا. مالك؟ ايه اللي مطلعك بره يا بابا؟ زي ما انت شايف كده، اصل جاموسه العمده طلبت جابوها للشاب بتاعنا. الف لا باس عليك يا بابا. انا صحتي يا ابني زي البومب، يا ريتك انت في نص صحتي. الحمد لله. رجاله الايام دي رجاله بالاسم بس، غير رجاله زمان. احنا يا ابني اللي كلنا السمنه البلدي وشربنا اللبن كامل الدسم. والله يا ابني انت صعبان عليا اللي عايش في مصر اللي فيها سمنه صناعي ولبن مجفف. يعني لازم اعمل عيان علشان تيجي تشوفني. حضرتك عارف ظروف شغلي والحياه ومتاعبها يعني خلاص انت من يوم ما اتجوزت وانت نسيت الليك اب. خلاص يعني الجواز ده هاك عني وغرقان في العسل. بالعكس، دي هدى دايما تقول لي تعالى نزور بابا. بالحق هدى ما جاتش معاك ليه؟ اصلها مشغوله في الكليه شويه وعندها امتحانات. اوعى تكون مزعلها. انا ابدا. امال يعني هي غضبت من غير سبب؟ تعالي يا ولد. هدى انت هنا؟ انا قلبت عليك الدنيا. مراتك لما حكيت لي على ظروفك عرفت انها اصيله. يلا بوس مراتك وصالحها. والله انت بتستاهلها، مش كفايه انها صبر عليك ومستحملاك؟ انت قلت ايه لابويا؟ ايه معناته انك صابره ومستحمله؟ سيبيدي يا علي. انت عايزه تحطميني؟ انت اللي معيشنا في نكد. انت زي الحيوانات ما بتجريش غير ورا غرايزها. اخرس. سيبني. عاوزك يا ربي بعد ما فرحت. انا ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. زيك زي بقيه الستات كلكم صف واحد. افتح يا علي. مش هتلحقني يا ربي. افتح يا علي. ما لحقتش تهرب. انا ما قلتش افتح يا ابني حرام عليك. انا قلت له انك عصبي بس انت فهمت غلط. زينتني. افتح يا علي. زينتني. افتح يا ابني حرام عليك. سناك اتقتلت على السنين افتح يا علي. انت كمان هتموتي زيها. افتح حرام عليك. افتح يا ابني حرام عليك. افتح يا علي. ليه بتعمل كده يا مجنون؟ خلي الشيطان يخش منكم. معلش هدى حقك عليك. روح استريح يا بنت. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ليه يا ابني؟ دي مراتك طيبة وبنت حلال. ليه يا ابني بتعمل كده؟ بس صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ اصلي عايزه اتكلم معاك قبل علي ما يصحى. خير. مين زينات؟ زينات؟ تسألي عنها ليه؟ هو علي قتل واحده اسمها زينات؟ لا. طب كان بيحبها؟ بيحبها؟ دي امه. امه؟ قصدي في مقام امه. جوزتها بعد المرحومة. علي عمره ما قال لي انه ليه مرات اب. لانها حاجة ما تشرفش. امال هي فين؟ ماتت. مين اللي قتلها؟ انا. ليه؟ لما ادخل على مراتي والاقيها مع راجل تاني في اوضه نومي اقف اتفرج؟ لازم اقتله والا ما استحقش ابقى راجل. قتلته؟ انا عملت اللي المفروض كل راجل حر يعمله. غسلت عار بايدي. عشان اعرف عنه لازم يجيلي، لازم اشوفه واسمع منه شخصيا. للاسف يا دكتور هو رافض العلاج النفسي تماما، علشان كده انا جيت لحضرتك عشان تقول لي ايه اللي ممكن اعمله. بس بكده مش هعرف اكون فكرة عن حالته. طب انا ممكن اعرف منه كل المعلومات اللي انت محتاج لها. يعني انت عايزاني اعالجه عن طريقك؟
يا ريت يا دكتور، اصل جوزي حساس وانا مش عايزه اجرح مشاعره. هو ممكن، بس دي مش هتكون مهمة سهلة أبدا. هي زينات كانت حلوة؟ لا. ايوه كانت جميلة. احيانا الشر كمان بيكون جميل. الله، دي فلسفة بقى. انا ماليش في الفلسفة. تصبح على خير. انت ضميرك حي، وعشان كده ما سامحتش نفسك لانك حبيت زينات. كنت مراهق، وجينات كانت اجمل بنت في البلد. يا ريت ابويا كان قتلني وياهم. وانت ذنبك ايه؟ ذنبي اني حبيتها. علشان كده عاقبت نفسك، ضميرك حكم عليك بالعكس. عايزة تقولي ان مرضي سببه اني بعاقب نفسي؟ ايوه يا علي، امنت بقى انك مريض. مريض؟ وانت الوحيد اللي تعرف ازاي تخف. ازاي؟ كان عندك كام سنة لما زينات اتقتلت؟ ازيك يا علي؟ ساكت ليه؟ ما قلتليش الحمد لله على السلامة ليه؟ خد هديتك اهي. خد مبسوط؟ ودي بقى هدية ماما زينات. هي فين؟ صباح الخير. صباح الفل. ويلك صباح الخير. لعبة الكرة للقصري، القصري ماشي ناحية اليمين وداخل القصري وبيلعبها ناحية اليمين وداخل مجدي عبد الغني يقطع ويدي محمد عامر. محمد عامر ومعاه الهشام يدي للخطيب، بيلعب كرة حلوة لعلاء ميهوب ولا ده شكله هو الجول. يا جول! جول عظيم! جول عظيم مش معقول! مش معقول جوه الجول! يا سلام! جول جميل 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 جميل! مش معقول! كمان جول عشان تبقى النتيجة ظريفة. وتيجي الكرة بغربي وتطلع الكرة تاني كورنر. كورنر من ناحية اليمين لصالح النادي الأهلي. هيلعبها حمدي أبو راضي. ولعب كرة حلوة حمدي أبو راضي وتعدي والجول فاضي محمد عامر. يا سلام
وترد تاني والخطيب يا جول جول جول. يا حبيبي الغيرك ليه يا قاسي يا قاسي يا قاسي يا حبيبي، انت فاكر ولا ناسي؟ ايه ده؟ امال فين اتنشلت. ايه ده؟ مين البنت الحلوه دي؟ يعني احلى مني؟ انت عارفه نفسي اعمل ايه؟ عيب. لا ما تفهمينيش غلط، انا نفسي اعمل حفله كبيره قوي نعزم فيها كل اصحابنا. انا فرحانه قوي. ايه يعني مبسوطه يا بنت فرحانه؟ مبسوطه يا بلعوم، بس المناسبه ايه؟ ايه واخد باله منك قوي. هو انت كده ما يفوتكيش حاجه ابدا يا لبنى؟ الا الحاجات دي بالذات لا يمكن تفوتني ابدا. على الارض كمان نشرح حكايتكم. مساء الخير. اهلا بيك. نورك. ازيك يا لبنى؟ ازيك يا علي؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله. الله، ايه يا علي انت بتبصيلي كده ليه؟ تعرفي انك الليله دي حلوه قوي. وما عرفتش اشتغل الليله دي؟ عايزين حاجه يترقص عليها يا ناس. حضرتك بتحب تسمع مين بقى؟ اي حاجه غير الافرنج ده فينه. عايزين حاجه بلدي، حاجه تفرفشنا بقى. حاضر. اهو هو ده. الله، بلدي. طب يلا يا لبنى عشان تقولوش عليها. لا 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 يا علي. يلا بس مش معقول بقى. يلا يا جماعه لبنى عايزين كده. عايزين علي، احب اعرفك بالدكتور سعيد السعيد. اهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. اهلا وسهلا. وحضرتك بقى دكتور في ايه؟ انا طبيب امراض نفسيه. مش واخد بالي. طبيب امراض نفسيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك حضرتك طبعا بتحب الرأس البلدي. انا ما اعرفش. روح ارقص يا علي. مش ممكن. شويه كده. على اذنك ارقص بس. باذنك يا مدام.
تعرفي انك اتسرعتي في بيع الشقه القديمه بتاعتك؟ دي سوريا هي اللي استعجلت، اصلها كانت محتاجه الفلوس. تريكوا كمان بعتوها بتراب الفلوس. خساره خساره. ولا خساره ولا حاجه، يعني كنا هنعمل بيها ايه؟ ما كانت مقفوله. برضه كانت هتنفع. انما ايه الشياكه دي كلها النهارده؟ حلوه. حلو. تخلص كليه وتيجي على طول. انا بقعد لوحدي خايفه. ما هي سوريا هتيجي تقعد معاكي. سوريا هتيجي امتى؟ انا كلمتها في التليفون قبل ما اجي، زمانها جاي. تلاقيها يمكن هي. دي جت صحيح. فعلا. بنلعب احنا الليل. اهلا يا سوريا، اهلا. بس انتوا برضو اتسرعتوا في بيع الشقه دي. هدى، مساء الخير. مساء الخير. انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي مأخرك لغايه دلوقتي؟ انا كنت مستنياك عشان هقولك على مفاجاه حلوه قوي. خير. اصل انا وسوريا رحنا للدكتور ايه ده يا علي؟ انت مبلول كده ليه؟ اصل المطره مطرت جامد قوي. ما حصلش، ما مطرتش خالص. ازاي بقى؟ مطرت في المهندسين. تمطر في المهندسين والمعادي لا؟ مش معقول. معقول قوي. دي محافظه ودي محافظه ثانيه خالص. انت مش واخده بالك ولا ايه؟ انما ما قلتليش بقى، انت كنت عايزه تقولي لي حاجه. هقول لك اسعد خبر في حياتنا. خير. انا حامل. معقوله؟ انت متاكده؟ بتتكلمي جد؟ ايوه. اختك سوريا عرفت؟ ايوه. صحابك كلهم عرفوا؟ لسه. لا، لازم تقولي لكل الناس. انا هقوم اكلم بابا في التليفون دلوقتي واقول له. لا، من هنا ورايح ما تعمليش اي حاجه، ما تشيليش حاجه تقيله ولا خفيفه، ما تشيليش حاجه خالص، والاحسن بقى انك تنامي في السرير وما تتحركيش. ايه ده؟ مين الدكتور اللي قالك كده؟ لا، الدكتور كمال الشناوي كان دايما يقول كده لشادية في الافلام. اهلا يا علي. اهلا يا هدى. اهلا لبنى هانم. أهلا. وازاي صلاح بيه؟ انتوا مش اصحاب ولا ايه؟ المفروض تسأل عنه بالتليفون، تزوره. ده احنا بقالنا شهرين ما شفناكوش. ايه، نسيتونا؟ يا خبر يا لبنى، ما تقوليش كده. اصل انا وعلي كنا مشغولين قوي اليومين اللي فاتوا. لبنى كانت عايزه توصلني، قلت لها ما اقدرش اروح من غيرك. ميرسي قوي يا هانم. انت لازم هتتغدي معانا النهارده. ميرسي قوي. انا مش هقدر، اصل صلاح منتظرني على الغدا وهو مش ممكن ياكل من غيري. يعني لو ما كنتش رحت لك الكليه ما كنتش هشوفك. ربنا ستر وصلاح ما خدش باله. المهم عدت على خير. ايه السيجاره دي؟ حلوه مش كده؟ يا ريت يا لبنى نبطل تفكير في المواضيع دي ونخلي علاقتنا زي الاول، صداقه واحترام. خلاص، ما دام انت شايف كده دي احسن حاجه. هي ست مننا عايزه ايه غير صديق مخلص يحترمها، مش كده برضو؟ وهي كمان تحترمه وتديله حنانها وتشتكيله هو يسمعها، زي عصفورين طايرين، روح واحده في جسدين. معقوله يا علي انت اتجننت؟ انت اللي تجنني. انا خايفه لو هدى تيجي. هدى ما بتجيش قبل انا ما افوت اجيبها من الكليه. والحب والاخلاص هما اساس التوافق في العلاقه الزوجيه، كما ان الثقه المتبادله بين الزوجين تزيد من الترابط بينهما، والسعاده الزوجيه. في ايه يا دكتورة؟ من فضلكم سيبوها شوية ما تمنعوش عنها الهوا. خالد روح انده الدكتور علي بسرعة. إيه؟ علي ما عندوش محاضرات النهارده.
هي دي؟ لا دي اللي كانت معاه. تقوم تقتله؟ هي رايه وسكينه؟ تفتكر امتى نقدر نستجوب المتهم؟ اخر النهار، هي في غيبوبه نتيجه الصدمه، هتفوق اخر النهار. مدام لبنى السلحدار يا فندم، الدكتور خرج لها رصاصه من رقبتها. المتهمه لازم تخرج من هنا وتتحجز في اوضه لوحدها. متهمه؟ ابني جوه وعاوز اشوفه، عاوز اشوفه. ممنوع يا فندم. ممنوع. عاوز اطمن عليه. علي ابني، علي ابني بخير يا دكتور؟ الرصاصه لو اتحركت في خطر على حياته. انتوا لسه ما طلعتوش الرصاصه؟ طلعنا واحده والتانيه مستقره قريبه من المخ. امال هتطلع امتى؟ لما حالته الصحيه تتحسن ويستحمل العمليه. علي ابني، علي حبيبي يا ابني، فوق. قتلتيها مجرمة، منك لله. هي اللي قتلته ولا هو اللي قتلها بعملته السوداء المهببه؟ لا يا ناس سيبتها وعلى سنينها. يا قبلة حبيبتي يا اختي.
اي خدمه يا فندم؟ دي مطبعة السيدة لبنى سليمان السلاحدار. ايوه يا فندم. انت بتشتغل هنا؟ طب اتفضل معايا في المكتب، اتفضل. حضرتك صلاح عشوي؟ ايوه انا صلاح العشوي. زوج مدام لبنى سليمان؟ ايوه انا زوج مدام. ايه الموضوع بالظبط؟ يوسفنا بلغك يا صلاح بيه ان المدام في المستشفى. مستشفى؟ ايه اللي حصل لها؟ صلاح بيه ارجوك تمالك اعصابك، الموقف حساس وكله ملابسات. هات الهدوم اللي معاك يا عسكري. ايه الحكايه يا حضرة الظابط؟ مراتي مالها؟ ماتت؟ هي اصيبت بطلق ناري في منزل الدكتور علي عبد القوي. علي؟ ايه اللي ده؟ وهي في انهي مستشفى؟ انا لازم اروح لها حالا. طبعا هزورها يا صلاح بيه، بس في شويه اجراءات لازم نعملها هنا، لان المستشفى مكان غير مناسب لاخذ اقوالها. اولا احنا عايزين نعرف. انا اللي عايز اعرف مين اللي ضرب مراتي برصاص. تقريبا هدى مرات الدكتور علي عبد القوي هي اللي ضربتهم بالنار. طب وهدى عملت كده ليه؟ تقريبا ظبطتهم متلبسين في اوضه نوم. مستحيل مستحيل مراتي تعمل حاجه زي كده. لا، مؤكد في حاجه غلط. مراتي بريئه، اؤكد لك يا حضره الضابط ان مراتي بريئه. اطمن يا صلاح بيه، في الحالات اللي زي دي البوليس ما يقدرش يعمل حاجه. الزوج هو صاحب الحق الوحيد في رفع دعوى الزنا. زنا؟ ده لو طلعت زي ما انت بتقول كده يبقى الاعدام هو الحكم العادل اللي زيها. الاعدام هو الحكم اللي هيبرد ناري. ده محتاج لنقل دم، هنشوف فصيلته لان فصيلته نادره. خد العينه وتاكدي من الفصيله. هي يا دكتور، ده ابني، انا متاكد ان دمه دمي. يا رب يا رب. هي نفس الفصيلة. اتفضل. مش قلت لك يا دكتور؟ انا مش عارفه عملت كده ازاي. انا ما كنتش واعي حقيقي، افتكرت في حرامي في اوضه النوم، بس حتى لو كان في حرامي ما كنتش هضربه برصاص. امال خدت المسدس ليه؟ مش عارفه، يمكن علشان اشجع نفسي. بس امال ضربتهم ليه؟ الدنيا لفت بيا لما شفت ايه؟ شفت جوزي في السرير مع واحده. كنت عارفه ان الواحده ديت لبنى سليمان السلاحدار؟ لا، انا كنت في ذهول، مش دريانه باللي بعمله. ما حصلش حاجة بيني وبين الدكتور علي. طب ايه سبب وجودك في شقه هدى؟ احنا اصحاب وانا كنت متعودة ازورها. طبعا بتزوريها وهي موجوده. استنيتها لحد ما تيجي لان الدكتور علي صديقنا انا وجوزي. انت عارفه الصبح ان انا بكون في الجامعه. انت عمرك ما زرتيني في بيتي لوحدك، ودايما كان بيبقى معاكي جوزك. يا مدام لبنى انت بتقولي انك كنت في زياره، لكن البوليس لما جه البيت لقاكي انت والدكتور علي بدون ملابس. انا ما كنتش عريانة. دي دخلت المستشفى عريانه. لا، انا كنت بالكومبين. وانت متعوده تزوريهم بالكومبين؟ لا، اصل القهوة لما وقعت على الفستان اضطريت اقلعها علشان انشفه. يعني ما كنتوش بتعملوا حاجه؟ لا، انا بحب جوزي. وليه هدى ضربتكم بالرصاص ما دام ما كنتوش بتعملوا حاجه؟ ما اعرفش، يمكن كان في حاجة بينها وبين جوزها وكانت عايزة تقتله. يا مدام هدى، انت كنت بتشكي ان كان في علاقه بين جوزك وبين لبنى؟ انا كنت بثق في جوزي جدا، وعمري ما تخيلت اني اشوفه في الوضع ده. جوزك ما كانش خايف انك ترجعي وتظبطيهم؟ اكيد ما كانش في وعيه، لان لو كان في وعيه ما كانش يعمل كده. علي بالذات مش ممكن يعمل كده. انا عناية عبد الحميد المحامية، حاضرة مع هدى عمار. تحول لبنى سليمان السلاحدار للتوقيع الشرعي
لبيان واقعة الزنا من عدمها. سيادة النائب، موكلتي حامل وما زالت الحالة العصبية مأثرة عليها. أرجو مراعاة حالتها الصحية. يخلى سبيل المتهمة هدى عمار بكفالة 500 جنيه. عشان موقفك يبقى قوي في القضية لابد من تحقيق عنصرين مهمين. أولا إصابة الزوج ما تكونش قاتلة. ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس وهيسامحني، لان هو الوحيد اللي هيقدر الاحساس اللي حسيت بيه لما شفته معاها. المهم إن المحكمة هي اللي تقدر ده. ثانيا لابد من إثبات واقعة الزنا، وده إما بشهادة الشهود وده مش ممكن طبعا، أو باعتراف الزوج. وعلي مش ممكن هينكر. وهو كمان هينكر. يا عيني عليكي يا اختي، هي كانت دريانه بروحها ولا باللي عملته ساعه ما شافت المنظر المنيل ده. هو فعلا منظر فظيع جدا، بس ده ما يمنعش انها في نظر القانون قاتله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا ابني. فين هدى؟ منها لله، ربنا ينتقم منها المجرمة. انا مش عارف ليه عملت فيها كده؟ انت ما عملتش حاجة يا ابني. كنت وماله؟ ولنفرض عملت كده تقوم تضربك بالنار؟ هدى معذورة. خيانة مؤلمة. انت عارف يا مجرمة. أنا بحبها. هي ما تستاهلش حبك يا ابني. لازم اعترف. هيلا هدى هتتأذي. لو اعترفت انت اللي هتروح في داهية. انت راجل متجوز والقانون هيحاكمك بتهمة الزنا. انا لا يمكن اقف اتفرج عليك واسيبك تضيع مني. لا ما تحركش يا ابني. اي حركة خطر عليك. كده يا صلاح اقعد في المستشفى اسبوع وما تفكرش تيجي تطمن عليا. للدرجة دي هانت عليك مراتي؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. انت طلبتيني ليه؟ لانك جوزي والمفروض تقف جنبي في المصيبة اللي انا فيها دي. شفت هدى بتتهمني بايه؟ حد يصدق كده؟ انت لازم تعرف اني بريئة واني مستحيل افكر اني اخونك. وانا مستحيل اقبل ان مراتي تكون واحدة زيك، لانك عارفة يا هانم كويس قوي ان الراجل، عارفة يعني ايه راجل؟ يعني ما يشرفنيش ان واحدة زيك تحمل اسمي بعد اللي عملتيه ده. ما تصدقش كلام الناس يا صلاح. ليه عملت كده؟ ده انا عمري ما قصرت في حقك. طول عمري وانا متفرغ لخدمتك شايف مصالحك قبل ما بشوف مصالحي. دلوقتي عرفت قيمتك. كل المطبخ والشقة والعربية لا يا هانم، مش هتشتريني بفلوسك لان شرفي ما بيتباعش بالفلوس. على فكرة ده اخر مرة هشوف فيها وشك. ما تقولش كده يا صلاح. انت عارف انا قد ايه بحبك. انا هبقى خدمتك وهعمل كل اللي يريحك. ريحيني انت من خلقتك. اشرف لك انك تموتي نفسك وتخلصيني من عارك. اختار النيابة هيوصلك بكرة ولا بعده. انا رفعت عليك يا قضية زنا. ابني تعبان يا سيدنا. انا مش هتقل عليه، دي كلمه واحده اللي عايز اسمعها منه. ابني بيهلوس من البنج والادويه والمعدات. الدكتور صرح لي باستجواب. لو صممت على كده احملك المسؤوليه. في ايه يا جماعه؟ انت والدكتور. ازيك يا علي؟ اطفي النور.
البيشن حالته خطيرة وضروري نقل أوضة العمليات حالا. محاولة إزالة الرصاصة هتسبب مضاعفات خطيرة، لأن الرصاصة مستقرة في المخ في مكان قريب من المراكز العصبية، وأي مجهود بسيط ممكن يحرك الرصاصة. قضية 3 رول. هدى عبد الهادي عمار. عنايات عبد الحميد حاضرة مع المتهم. ضربتي جوزك بالنار يا هدى؟ جاوبي على السؤال. ايوه. وضربتي المجني عليها لبنى سليمان السلحدار؟ ايوه. ليه؟ خرجت عن وعي لما لقيتهم مع بعض في سريري. النيابة تطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمة بالمواد 45 و46 فقرة أولى و230 عقوبات. فالمتهمة تدعي كذبا أن زوجها كان يخونها مع المجني عليها، لكن جريمة الزنا لم تثبت في الأوراق ولم يقم عليها دليل واحد سوى أقوال المتهم، وهي تدعي ذلك لتكسب ظرفا مخففا تدافع به عن نفسها. والحقيقة الثابتة أن المتهمة تركت عملها يوم الحادث في غير الأوقات التي اعتادت فيها ذلك، لأنها كانت تعلم بوجود المجني عليها مع زوجها، وكانت نية القتل متوفرة بدليل أنها جهزت سلاحا قاتلا بطبيعته، المسدس، وأطلقت عليهما الرصاص بقصد القتل، ونتج عن ذلك إصابات شديدة لم تؤدي لموت المجني عليها لظروف خارجة عن إرادة المتهمة، كما أن الزوج في حالة خطرة ويخشى عليه من الموت نتيجة الإصابة. الدفاع. سيدي غريس، وجود رجل وامرأة شبه عرايا في فراش واحد دليل لا يقبل الشك على واقعة الزنا. المنطق بيقول كده. المحكمة ليها الأدلة المادية الملموسة، والطبيب الشرعي ما قدرش يثبت إذا كان حصل زنا ولا ما حصلش. وما ذنب المتهم؟ دي غلطة المباحث، لأنها اتأخرت في عرض المجني عليها على الطبيب الشرعي، ومن المعروف أن معالم الزنا تضيع بعد 48 ساعة من الواقع. ومن سوء حظ الزوجة أن الفراش كان عليه دم المجني عليهما، مما أفسد أي معالم كان ممكن تساعد الطبيب الشرعي في إثبات الزنا، ولا يجب أن تدار الزوجة من هذا القصور. أما بالنسبة لتوفر نية القتل المسبقة، فأنا عندي شاهدة نفي لم تسمح ظروف الدعوة بسماع أقوالها في تحقيقات النيابة، وأنا متمسكة بسماع أقوالها. مين الشاهدة؟ سوزان عبد المقصود، وأطلب من عدالتكم تكليف النيابة باستدعائها. طب ليه يا أستاذة ما عملتيش الإعلان؟ لضيق الوقت، ولم يكن في التصور أن النيابة ستقدم المتهمة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. هنأجل القضية. نشوف حضرتك، ما قدامناش إلا التأجيل بعد العطلة القضائية. مفيش حل غير كده، القضية لسه فيها أركان كتيرة ما اكتملتش. تؤجل لدور أكتوبر المقبل مع حبس المتهمة على ذمة القضية وتكليف النيابة بإعلان شاهدة النفي. خفيتي؟ ايه؟ كنت مستني موتي؟ الموت كان احسن لواحده فجره زيك. وايه اللي مقعدك في بيت الفجره اللي زيي؟ من هنا ورايح انت في حالك وانا في حالي، ولساني مش هيخاطب لسانك. احسن حاجه تعمليها انك تخش اوضتك، ما تورينيش خلقتك. وايه اللي يجبرني على كده؟ ايه اللي يجبرني اعيش مع واحد رفع عليا قضيه زنا؟ خلاص اتفضل امشي، بابي فوت جمل. انت اللي تخرج بره، ده بيتي. انت لو عندك كرامه كنت سبت البيت ده من زمان. انا يا هانم لو ما عنديش كرامه كنت سبتك دايره على حل شعرك، وانا اول ما هلاقي سكن هسيب لك البيت ده يتطربع على دماغك. انت اللي هتسيبه دلوقتي حالا. انت عارفه ده معناه ايه؟ انك بتطرديني. ايوه بطردك. بره، اطلع بره. انا
انا كمان ما يشرفنيش اقعد في بيت واحده فجره. استنى عندك. على فكره انا ما عنديش مانع اتفاهم معاكي بس على شرط. من غير شروط. هات المفاتيح. المفاتيح دي كلها بتاعتي، مفتاح الشقة ومفتاح العربية والدواليب. انت كان عندك ايه عشان تقفل عليه؟ اهو بكده فضيلك البيت وتقدري تاخدي راحتك فيه من غير ما تنضربي بالنار. بره. مستني ايه؟ هدومي. انا كل اللي طالباه اني اولد بره السجن يومين وارجع تاني. الطلب اترفض يا هدى. على العموم انت لسه في الشهر السابع. على فكره مستشفى السجن فيها رعايه كويسه، مش هيتكتب في شهاده الميلاد اللي اتولد في السجن. اطمني يا هدى. انا عايزه اطمن على علي. علي لسه تعبان تقريبا في غيبوبه. يا رب يا رب اشفيه يا رب. لو خف مركزك في القضيه هيتحسن قوي. ربنا يعلم قد ايه انا بدايله من قلبي، مش عشان القضيه، عشان بحبه. نفسي ابقى جنبه واشوف الفرحه في عينيه وهو شايل ابنه بين ايديه. الزياره انتهت يا استاذ عنايات. هدى خلي بالك من نفسك وربنا معاكي ومع علي ويبعد عنه ابوه. ابوه؟ ليه بتقولي كده؟ لا ابدا، بس ابوه عشان ينتقم منك بيحاول يزرع الكره في قلب علي. الحب اللي بيني وبين علي مش ممكن يتقلب لكره. زوجتي الحبيبة هدى سامحيني لأني خنتك مع لبنى يوم الحادث، فأنا مستعد أشهد بكده. في محكمة. كفايه كده ما تتعبش نفسك، امضي بس اسمك. ايه وقول لها الحق عليها. هي اللي خلتني ممكن اخدها. هي اللي خلتني اقدر اخدها. ازاي؟ هي هتفهم. طب ارتاح انت، بلاش تتكلم. بتعمل ايه يا عم؟ عملت ايه في ابني؟ ايه اللي بتخبيه ده؟ ايه اللي بتخبيه ده؟ ارحم المسكينه اللي في السجن وهي كانت صاحبة ابني. هي ما تقصدش غصب عنها. ازاي تكتبي حاجه زي دي؟ علي عايز ينقذ مراته. الاعتراف ده المفروض المحكمه تسمعها 10 مرات. ما تحركش يا ابني، ما تحركش. ليه عملت كده؟ هدى
تستحقش كل ده. لا مش هشوم عليك. دي الإنسان الوحيد اللي حبيتها في حياتي، هفضل أحبها لآخر نفس. أنا لا رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ ما تتحركش. أنا هروح المحكمة وأعترف. لا أعترف بإني كنت. لا مستحيل عشان طلعها براءة. لا عايش عمري حاول أنسيها. الكابوس ده. لا علي رد علي يا علي، رد علي رد على بابا، رد على بابا. اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. اسمع كلام امك يا واد، ما تسمعش كلام ابوك. عرفيك بيته يا بسبوسه. دي يا ابنها يا اخويا اوضه النوم، ودي اوضه السفره، والعنبر ده كله عنبر الآن. يا اختي ده خلق عشان ابن سبعه. يا اختي حسه في الدنيا، ربنا يخليه لها، ده باروكة العنبر. ده هيبقى تسليتنا الوحيده. بكره ياخدوه مننا زي ما خدوا التلفزيون. القضية 712 جنح القاهرة، المتهمة فيها لبنى سليمان السلحدار. نيابة. إن جريمة الزنا من الجرائم التي استوجبت الحد في الإسلام، وجزاؤها الرجم حتى الموت، لأنها الجريمة التي يهتز لها عرش الله جل جلاله. وزوجها ينتظر من العدالة أن تثأر لشرفه وتغسل له عاره، والمجتمع ينتظر من العدالة توقيع أقصى العقوبة على المتهمة بالمادة 274 من قانون العقوبات. ها لسه بتنكري يا لبنى؟ لا، أنا بعترف إني خنت جوزي، بس قبل ما تحاكموني على قضية الزنا اسألوني أنا عملت كده ليه؟ هو الزنا له اسباب؟ انت عايزه تبرري الخيانه؟ الدفاع. بعد أن فاجأتني موكلتي باعترافها وجعلت مهمتي صعبة، أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لما سأقول، كما أرجو أن تنظروا بعين الرأفة والرحمة مع الأخذ بالاعتبار الظروف والملابسات. انت كاتب مذكرة يا أستاذ؟ في الحقيقة أنا كنت كاتب مذكرة، لكن بعد اعتراف موكلتي أصبحت الآن غير ذات الموضوع. أنت مين؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنا صلاح السيسي زوج المتهم. لو سمحت أنا متنازل عن القضية. وإيه اللي أخرك دلوقتي؟ ده احنا كنا على وشك النطق بالحكم. يا فندم أنا من حقي أتنازل عن القضية في أي مرحلة من مراحلها. أنت بتشتغل إيه يعني؟ محامي؟ أنا مدير مطبعة. مطبعة إيه؟ مطبعة الدنيا الجديدة. المطبعة دي بتاعت مين؟ مطبعة الست لبنى سليمان السلحدار، مراتي. حكمت المحكمة بانقضاء الدعوة العمومية لتنازل المجني عليه عن شكواه. مع السلامة يا بيه. يوم الحادث الأستاذة هدى أغمى عليها في آخر المحاضرة، ولما فوقناها كانت عايزة تستنى جوزها لما يفوت عليها الساعة 2 علشان يوصلها، واحنا اللي غصبنا عليها تروح، وانا وصلتها بعربيتي لغاية بيتها. النيابة عندها أسئلة؟ لما وصلتيها طلعتي معاها لحد الشقة؟ لا، هي اللي منعتك؟ بالعكس، دي عزمت عليا علشان اطلع معاها وانا اللي رفضت. مش بتقولي انها كانت عيانة؟ انا اطمنت عليها وكنت عايزة الحق المحاضرة بتاعتي. الدفاع عنده أسئلة للشهدة؟ لا يا كابتن عايز. طيب اتفضلي يا أمي. النيابة إن المتهمة
قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات، فقد قتلت عمدا مع سبق الإصرار والترصد زوجها علي عبد القوي، كما ارتكبت الجناية المعاقب عليها بالمواد 45 و 46 فقرة أولى و 230 و 231 من قانون العقوبات، فقد شرعت في قتل لبنى استحضار، لكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه، فلولا نفاذ الذخيرة من المسدس ولولا مداركة المجني عليها بالعلاج لكانت المتهمة قد قتلت رجلا وامرأة بغير ذنب. إن أدلة الاتهام ثابتة في جانب المتهمة وليس لها من جزاء سوى القصاص، والنيابة تطلب توقيع أقصى العقوبة بالمواد الواردة بقرار الاتهام. الدفاع يتفضل. سيدي الرئيس، بعد سماع شاهدة النفي أصبح ركن سبق الإصرار غير موجود، لأن الزوجة رجعت البيت وهي خالية الذهن عن وجود زوجها وشريكته في منزل الزوجية، ولما اكتشفت الخيانة شلت الصدمة تفكيرها ولم تدري إلا ومسدس الزوج في يدها. الزوج كان يهوى الصيد ويحتفظ بمجموعة من الأسلحة في منزله، وتصادف أن وقعت يدها على مسدس محشو بالطلقات فأطلقت النار دون وعي أو إدراك. ووجود 3 رصاصات طائشة يعني أنها لم تكن تصوب نحو المجني عليهما ولم تكن تقصد قتلهما، وشعرت بالندم. ليه ما حاولتش تنقذهم وتطلب لهم الإسعاف؟ لأنها كانت في حالة ذهول، بدليل عدم إدراكها لحركة المرور أمام منزلها وإصابتها في حادث سيارة. النيابة عاوزة تقول حاجة؟ الدفاع يركز على حدوث الزنا رغم عدم توفر الأدلة، وجريمة الزنا لا يجب اتهام الناس بها اعتباطا دون سند، والشريعة الإسلامية اشترطت لإثبات الزنا إما شهادة الشهود أو الاعتراف. صح، إثبات الزنا مش بالسهل، لازم يجيبوا 4 شهود ويشوفوا بعينهم، ويجيبوا خير ويفوتوه، إذا اتحاش فده الزنا. مين اللي أدلك تتكلم؟ ابن بريء يا سيادة الرئيس، عاوزين يسودوا سمعته وهو بإيدين ربنا. لو اتكلمت تاني هخرجك بره. أرجو المحكمة تسمح لي باستجواب والد القتيل. اتفضل تعالى. يا سيد عبد القوي، انت من 25 سنة تقدمت للمحاكمة بتهمة القتل. قتلت مين؟ مراتي. قتلتها ليه؟ لأنها خاينة، ظبطتهم وهم متلبسين. اتحكم عليك بإيه؟ شهر حبس مع إيقاف التنفيذ. شكرا. طب اتفضل. دي وقائع جلسة قضية الزنا اللي رفعها صلاح السيسي ضد زوجته لبنى استحضار، وفي اعتراف من لبنى ان واقعة الزنا حدثت بالفعل. عندما يفاجئ الزوج زوجته الزانية تنهش الغيرة قلبه وتغلي الحمية في عروقه، فيمسك بأقرب سلاح يقع تحت يده ويهوي به على جسد امرأته فيقتلها. وهناك زوجة تفاجأ بخيانة زوجها فتنهش الغيرة قلبها بصورة أكثر ضراوة من الرجل، فتمسك بأقرب سلاح وتقتل به زوجها. فكيف يفرق القانون بين رجل وامرأة كلاهما وقف نفس الموقف وأحس بنفس الأحاسيس وشعر بنفس الشعور؟ هل من العدل أن يقدم الرجل لمحكمة الجنح وأن تقدم المرأة لمحكمة الجنايات؟ الراجل لما بيقتل بيدافع عن عرضه، إنما الست ملاش عرض. قلت لك اسكت خالص. المرأة تقتل دفاعا عن أسرتها وكرامتها، وإني أطالب أن تطبق الشريعة الإسلامية في قضية اليوم. إن الشرع لم يفرق بين الرجل الزاني والمرأة الزانية وعاقبهما بنفس العقاب، ولم يفرق في العقاب بين الرجل القاتل والمرأة القاتلة. وإني أناشد المشرع أن يصلح هذا الخطأ وأن يعيد للشرع مكانته. انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين تخونوا علنا وبتطلوا بيها في المحاكم كمان؟ خرجوه بره. يلا بكره يطالبوا الواحدة تتجوز 4، ما هم دول ناقصات عقل ودين. أنا لا أطالب أن تتساوى المرأة بالرجل بأن تكون لها رخصة القتل، ولكني أطالب المشرع أن يدرك أن للمرأة أحاسيس جياشة تدفعها للغيرة على زوجها والدفاع عن أسرتها، وأحيانا تدفعها لارتكاب جريمة القتل. ولكني أؤكد لعدالتكم أنها ساعة ارتكاب الجريمة كان هدفها الدفاع عن أسرتها.
وإني أتشرف بالوقوف أمام قضاة مصر مضرب المثل في النزاهة والعدل، وأناشدهم الرأفة بالمتهمة فهي أم لطفل اليتيم، وأرجو اعتبار التهمة ضرب أفضى إلى موت. الحكم بعد المداولة. المفروض يعاد النظر في القانون ده. كانوا بيقولوا من زمان هيغيروه. كتر القوانين وكتر تغييرها يفقدها قيمتها. محكمة بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة هدى عبد الهادي عمار بالسجن لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ. عبد القوي بيه اخذ حكم الضم صفر. مش معقول اسيب ابني يتربى في السجن ومع واحده قتلت ابوه. هات الولد، هو اللي باقي لي في الدنيا. قلبي مش مطوعني اني افارق ابني، لكن يعز عليا انه اتربى في سجن. انا هديهولك مش عشان معاك حب، لا، عشان مش عايزاه يتظلم معايا وعايزاه يتربى كويس، وانت هتربيه كويس لانه من دمك ومن لحمك.